كلنا عندنا كراكيب في بيوت أهالينا، بس اللي لقيته ورا برواز صورة جدتي القديمة ما كانش مجرد تراب، ده كان سر عيلة كاملة اندفن من 40 سنة. كنت بساعد في ترويق بيت جدتي الله يرحمها قبل ما نبيعه، وقعت في إيدي الصورة دي. لفت نظري إن البرواز تقيل بشكل مش طبيعي، وكأن في طبقة تانية ورا الصورة. لما فتحت الظهر لقيت ورقة مطوية ومكتوب عليها بخط إيد جدتي. للأمانة اللي هيلاقي الورقة دي هو اللي يستحق يعرف الحقيقة. فتحت الورقة بإيد بتترعش ولقيت خريطة كروكي لبيت جدتي القديم، ومعاها مفتاح صغير جدا مصدي. الخريطة كانت بتشاور على مكان ورا الدولاب الكبير. جريت هناك وبعد مجهود لقيت فتحة صغيرة في الحيطة. حطيت المفتاح وفتحت الصندوق. الصدمة ما كانتش ذهب ولا فلوس، الصدمة كانت جواب اعتذار من جدي لشخص غريب وبيطلب منه يسامحه على الغلطة اللي عملها بسببه. الجواب ده قلب موازين العيلة، وعرفنا إن ورثنا كله ممكن يكون مش من حقنا. تفتكروا أعمل إيه؟ أواجه أهلي بالحقيقة ولا أحرق الورقة وكأن شيئا لم يكن؟ استنوا الجزء التاني عشان تعرفوا الحقيقة كاملة.